طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حكومته تعليق إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة بناء على الاتفاقية الموقعة مع الجزائر عام 2013. في رسالة إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو، أمر حكومته أن تتحرك بحزم وتصميم حيال الجزائر. منعطف جديد تشهده الأزمة المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا ينذر بالأسوأ. في خطوة مفاجئة، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه بتجديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين وإخطار الجزائر رسميا بتعليق العمل باتفاق 2013 الذي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من متطلبات الحصول على التأشيرة. كما طلب من وزير داخليته التواصل مع دول منطقة